قال له انت يا فلاح يا اللي من المنوفية بتخبطني، ونزل فيه شتايم ملهاش اول من اخر، والغريب ان التاني ما بيردش خالص. تعال اقول لك ايه اللي حصل في واقعة غريبة جدا مع الفود بلوجر ادهم المشهور بادهم عظميته او ادهم سينجر على طريق وصلة دهشور في الجيزة. اتعرض ليه حادثة كده، خبط راجل بعربيته او ايا كان اللي حصل ايه. المهم الراجل دوت راجل مسن، يعني ما هوش راجل صغير في السن. نزل من العربية ونزل فيه أدهم شتايم ملهاش أول من آخر، بل وكمان شتم محافظة المنوفية كلها اللي منها أدهم، وبيقول له أنت يا فلاح يا اللي من المنوفية بتخبطني أنا. أدهم كان رد فعله وثباته الانفعالي عالي جدا جدا، وده اللي الناس اتكلمت عليه طبعا على السوشيال ميديا. وقفل إيرادات العربية وكان بيتكلم في التليفون عادي خالص. كل اللي عمله إن هو كان بيصوره بالموبايل. طبعا الفيديو وصل للشرطة، واكيد اكيد هيقبضوا على الراجل دوت وهيحققوا معاه. انتوا بقى قولوا في كومنتات ايه انسب جزاء ياخدوا الراجل ده.